السلام عليكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذا الملخص الرائع لمباراة القمة بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي، وذلك في إطار مؤجل الدورة التاسعة للبطولة الاحترافية المغربية. ودخلت الوداد بهذه التشكيلة: بن عبيد، مصدق، أبو الفتح، مفيد، خالي، لاميرات، الصبار، وفاكا، زياش، ناسي، الهنوري. قبل هذه المباراة طبعا لاحظوا في الجدول فإن الوداد البيضاوي هو ثاني الترتيب بعد الرجاء البيضاوي ب 27 نقطة، الوداد ب 26 نقطة. طبعا هذا الجدول قبل هذه المباراة. نضيف نتيجة هذه المباراة لهذا الجدول مع 4 مقابلات ناقصة. إذن الوداد والجيش الملكي ونهضة بركان لعبوا فقط 10 مقابلات، وهذه المقابلة الآن هي 11. إذن هناك تفوق كبير للوداد والجيش في حالة انتصر في أغلب المقابلات القادمة. نلاحظ في هذا الجدول ترتيب الفرق في البطولة المغربية قبل هذه المباريات. اليوم الرجاء البيضاوي 27 نقطة، الوداد البيضاوي المغرب الفاسي 24 نقطة، والنادي المكناسي 23 نقطة، والجيش الملكي ب 22 نقطة. لكن بعد هذه النتيجة بين الجيش والوداد يجب أن نغير هذا الجدول طبعا. إذا يا إخواني حتى لا أطيل عليكم نلتقي مع هذا الملخص الهام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وسوف نتحدث في آخر الفيديو عن لقاء الوداد وأولمبيك أسفي متى سيكون في إطار الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. الحارس كان رائعا أيوب خياطي، الحارس السابق اتحاد التمارا، متر 91 سنتيمتر، 29 سنة، سبق له لعب اتحاد التمارا واتحاد التوارقة. حارس لا ينقص أبدا. تقريبا شوف كان غادي الهنوري قريب منه الوادني، يقظة كبيرة وتدخل الوادني، شطيب إبعاد خطر أمام مرمى. لقاء واحد، لقاء واحد، إيقاع سريع. الأشياء هذه قد تقع. تغطية أبو الفتح بعيدة نسبيا، بعيد على الهنوري نسبيا، مباشرة للحارس، مباشرة للحارس. نذكر فريق الوداد رتبة ثانية من 10 ديال المباريات، 8 ديال الانتصارات، تعادلين بدون هزيمة، 26 نقطة. الوداد عنده 4 ديال المقابلات ناقصة. مفيد جميلة الوسط، الأميرات يغير الوجهة في الوقت لفريق الجيش الملكي رتبة خامسة، 10 ديال المباريات، 6 ديال الانتصارات، 4 ديال التعادلات، 22 نقطة. دين الفريقان بدون هزيمة، ولهما لقاءات عديدة على مستوى المؤجلات. كرة لراميرو تصل للوسط، أميرات، زياش، مشات عند وليد من جديد، الأسرع واللاعب زين الدين دراك، الكاسور في خط الوسط كيلعب الى جانب حريمات، وكذلك حدراب. جميله عبر الاطراف، مشى ناسي كونترول صحيح، ناس يتخلص من الرقابه. ماذا سيفعل؟ بطبيعه الحال لما تعمل تدوير بين اللاعبين، ولا الحكم يعطي ضربه خطا، الحكم يعطي ضربه خطا صعبه للغايه. 22 متر من على بعد بعيد على مرمى الحارس ايوب الخياطي. احتجاجات بعض اللاعبين فريق الجيش الملكي على حكم المقابله صعبه للغايه. بالتاكيد من ينفذ غيره، ربما زياش هذا ناسي، عرقلة الوادني لناسي. الحكم كان قريب من العمليه، عطى ضربه خطا لفريق الوداد. صعبه هذه واحده ما فاتح اللعب، كره ثابته تكون صعبه جدا. فوق هناك صراع كبير ما بين بعض اللاعبين. نتمنى الكره المباراه بالوتيره ديال الروح الرياضيه العاليه. الحكم عطى ضربه خطا فريق الوداد قريب من العمليه، تدخل في التوقيت صحيح. فوق هناك صراع ما بين صلاح مصدق واللاعب حريمات. ضبط المقابله مبكرا. هنا وليد ناسي، هنا العرقله ديال الوادني، ضربه خطا 22 متر صعبه للغايه. ناسي طبيعي 26 سنه، لاعب وسط مهاجم. هناك راميرو فاكا، هناك الصبار، وهناك يمكن انا نقول كلاهما يتقن التسديد. اذا ما كانت التسديده قويه تكون مؤثره. على اي زياش المباراه الخامسه مع الشياطين الحمر للوداد. الكاريزما موجوده،
عطى واحد الدفعه كبيره للاعبين زياش، شأنه في ذلك شأن اللاعب نور الدين مرابط الغائب على هذه المقابله الذي يشكو تمزق قد يبعده اسبوعين او 3 اسابيع لا ادري على اي القرار النهائي عند الطاقم الطبي لفريق الوداد. كره وداديه خف ملكي زياش يفكر اين سيسدد. صعبه عديده في فريق اجاكس في تشيلسي في توينتي سجل اهداف من هذه المسافه حتى جانبيه على اي كره قدم حديثه ضرب خطا بهذا الشكل تشكل خطره الخصم. هذا كارنيرو زياش وحارس يقيت، حارس رائع ايوب الخياطي. لما قلت لا يقل كقيمه من رضا التكناوتي انا اعرف ماذا اقول. هنا لما يكون تدوير او اللاعب لما يلزم 5 لاعبين 6 لاعبين فرق شيش ملكي صعبه وسبق له السل مناسبات عديده في فريقه عنده جدار ارضي فوق الكي هناك 8 9 لاعبين من فرق شيش ملكي في الجدار. كره للوداد زياش وحارس يقيت ايوب الخياطي. لما قلت لا يقل كقيمه من رضا التكناوتي انا اعرف ماذا اقول. هنا لما يكون تدوير او طردك للوداد كره في وسط راميرو اللي من غير الوجهه تمشي عند مفيد تطور كثيرا مفيد بعيد على زياش. قلت فريق الجيش ملكي 1985 كاس الكاف 1000 بطوله وطنيه 1960 1964. كره عسكريه جوره دار اللاعبين توصل عند الفحلي هناك تغطيه ابو الفتح. الفحلي كيلعب كظهير ايسر. سوء تفاهم بين صلاح مصدق وكذلك لاعب ابو الفتح. هذا الفحلي امامكم كيلعب كجناح ايسر رجل لرجل امام نادي بن عبيد الذي تألق بشكل ملحوظ. صعود اصحاب قامات طويله بالودني الى جانب ميندي فالو. هدف في التنفيذ مرور هناك تغطيه لازالت صعبه هدف فرق الجيش ملكي في الدقه 19 يفتتح حصه تهديف مركب رياض محمد الخامس بالدار البيضاء. كره من الزاويه فرحه كبيره لاعبين فرق الجيش الملكي لفريق الجيش الملكي. رجل لرجل امام مرمى الحارس المهدي بن عبيد الى جانب ميندي فالو. هدف في التنفيذ مرور هناك تغطيه لازالت صعبه هدف الجيش ملكي في الدقه 19 بدايه مرعبه فرحه كبيره لاعبين فرق الجيش ملكي. اشتعلت الاضواء في منعرج الفراش الايمن هنا مركب رضا محمد الخامس وراء مرمى حارسهم الحارس ايوب خياطي. هنا الاعاده هنا التمريره وسجل خطا ضد مرماه اللاعب الصبار يسجل بالفعل. الصبار يسجل بنيران صديقه الوداد منهزمه بمركب رضا محمد الخامس بالدار البيضاء امام زعيم فرق جيش ملكي. بدايه قويه جدا فحلي مسرور منتشي مزهو شأنه شأن باقي اللاعبين. وهذا الخياطي الحارس الذي يلعب بثقة كبيرة في النفس. اشتعلت الأضواء ومدرجات الفراش حيث يتواجد تقريبا 3000 مناصر للزعيم. حصرة كبيرة للصبار وليد الصبار. طبيعة الحال الحكم في نقاش مع العميد يتحدث مع عميد فريق حريمات يقرر مشروع هذا بطبيعه الحال. هذه الاحتجاجات خصها تزول من الدوري السيرفيكو. كل لاعبين كيمشيو عند الحكم للنقاش. مشى حريمات العميد عنده حق يتحدث مع الحكم.
مين يقرب منه؟ كارنيرو يتوصل، كارنيرو نشيط، هاكو هات بين لاعبين في الوسط، تمشي عند حضرف الحريمات كيلعبوا باسلوب سلس. الهدف المبكر عطى ثقه، عطى منسوب ثقه للفريق الملكي، كيلعب بدون مركب نقص. الحكم يراقب المقابله، الوداد تراقب مقابله، استحواذ عسكري، هاكو هات اولا لا رفيع البناء الهجومي، ولا لا بناء هجومي رائع لفريق الجيش الملكي باللمسه الوحيده. فحلي كره لحقه وطريقه باش تعطات، اسلوب سلس ورائع. من جديد فريق الجيش الملكي الان يحاصر فريق الوداد في الثلث الاخير من الملعب. ابو الفتح من جديد، راميرو فاكا، ناسي ينطلق، ناسي سريع عبر الكولون الايسر، استخلاص عند خالد ايتور خان وكذلك زين الدين الدراك يلعبان دورا مهما في الاستخلاص في خط وسط ميدان فريق الجيش الملكي. كرة ودادية، راميرو فاكا يمرر، كرة كانت بينية في طريقها، حريمات تمشي عند ميندي جميلة، هناك حمودان 35 سنة، كارنيرو من جديد، ليس الخطأ بسرعة كبيرة، مشى الصبار توصل عند الأميرات بلدها راميرو فاكا، راميرو لمن حكيم زياش قريب منه كارنيرو، زياش يتخلص من الرقابة، هل يسدد زياش ولا لا؟ نام زياش واستفق على قذيفة، على صاروخ عابر في الدوري احترافي لكرة القدم منذ أمد بعيد. فكاك الوحايل وصاحب اليسرى التي لا تقهر. شوف على هدف، شوف على متعة، شوف على روعة، شوف على تفنية من زاوية مستحيلة. أنت متفرد، أنت رائع، ولا لا فوق طاقتك يا أيوب الخياطي لا تلام. تسديدة من كوكب آخر، الفتى الصامت يتحدث بقدم، يا له من لاعب. حكيم زياش إضافة كبيرة لكرة القدم المغربية، ماشي غير الوداد، لكل كرة القدم المغربية. عودة الدفء للمدرجات. حكيم زياش حتى وانت تشاهد من المدرجات او من وراء شاشه التلفزيون قد يراوغ لاعب لا نعرف ولا نعلم ماذا سيفعل لما تكون الكره في متناول بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. الوداد انتظر 10 دقائق باش يرجع في المقابله. سيناريو مدهش، مباراه مشتعله. عميد 31 سنة، ضابط الإيقاف في الوسط، لاعب متخلق، لاعب يحمل شارة العميد باقتدار. كثيرون رأوا بأنه عدم مناداة عليه من طرف مدرب وليد الركراكي في حيف للاعب. كرة عسكرية ولا لا مشى الفحلي ماذا سيفعل؟ الفحلي أمامه مفيد، الفحلي يمرر، تصل لي أيتور خان، عملت واحد اثنين في الوسط، ميندي تصل للوادني قريب منه باش، الوادني حارس يقظ، المهدي بن عبيد حارس يقظ 28 سنة، حارس رائع. الوادني الذي قدم كاس عرب رائع مع المنتخب الوطني. قلت الكثير رأوا بعدم مناداة الحريمات من طرف وليد الركراكي فيها حيف كبير للاعب. نطرحوا التساؤل، هل يكون ضمن لائحة الموسعة الفريق الوطني في القادم من الايام؟ الفريق الوطني يدخل في الاسبوع الاخير من هذا الشهر معسكر تدريبي مع اجراء مباراتين دوليتين خارج ارض الوطن، واحده بفرنسا واخرى باسبانيا ساعود اليها
في دقائق الجوله الثانيه. بعد ذلك كره عسكريه تصل لكارنيرو. السوق ديال الثقه اللاعبين في كل الفرق المغربيه ويخلي اللاعبين يجتهدوا اكثر باش يوجدوا لنفسهم موضع قدمين داخل تشكيله تمزيج بين ما هو محلي وما هو خارج الديار. كره وداديه راميرو فاكا تصل لمفيد قريب منه الهنوري يمر الهنوري بعيده. هناك فقط باس محاصر من طرف ناسي عملت واحد اثنين مع حدراف. هناك لاعب نور زين الدين مدراك. مباراة جميلة جدا، مباراة بضغط بثقة. فرق جيش مالكي متعود على اللعب في هذه الأجواء اللي فيها ضغط عالي صاب مصداق. كرة عسكرية سريعة. كاين انذار، هناك انذار. حكم حتى الان ضابط المقابله كان هذا نسيم نبيل خالي جر من خلف اللاعب افتح حضرتك. خطا واضح. ضابط اموره الان طبق القانون وروح القانون. كرة عسكريه ميندي في هنا خالي امام خلص من الرقابه. حمودان سريع خرج كورته من وسط خمسه ديال اللاعبين. 35 سنه هذا اللاعب. تماس اصطدام عفوي مع اللاعب حكيم زياش. روح رضا كبيره. الكبير يبقى كبيرا. قد نختلف في الامكانيات ولكن الروح رياضيه واحده. كان اصطدام ولكن عفوي. حتى الحكيم زياش طلب معذره من حمودان. على عين وكل منافذ اقفلت. كره عسكريه سحلي بطيء. تدخل نبيل خالي. استخلاص الودني جاء عبر الاطراف باش ولكن هناك صلاح مصداق. اخر فريق مر صافي هو فريق سماحي. صبار يغادر لما سجل بل حكيم زياش يغادر. إذا نبيل خالي يغادر. زاوية عسكرية رأسية ديال ضغط لفرق جيش ملكي ولكن هناك حمودان في صراع كبير من اللعيب حمزة الوسطي اللي دخل منذ حين. محمد بوشواري وكان ضغط كبير الأفهامات. كارنيرو شعر أطراف حاليا ينطلق يمكن يسدد مرر ولكن تغطية للوسطي. أثناء طفيف ارتقاء ميندي. الهدوء الذي يسبق العاصفة. كرة في طريق الفحلي حاصر أبو الفتح. حكم يقول تماسي في هذا الفرق جيش ملكي. الوسطي دخل. كرة عسكرية وتغطية أبو الفتح. بل هناك ضغط الآن. مقابلة مفتوحة جميع الاحتمالات. أبو الفتح في التغطية. تجربة خضراء. حريمات. رجل التوازنات. اللاعب الذي يمنح الثقة لباقي المجموعة. محمد خميس بالضرب إذا أمام قرابة 50,000. الودني يصعد. عملت 1-2. الودني من جديد. كرة في طريق هدف خرافي
في بناء، في لمسه. الجيش الملكي يمتع في هذه المقابله، والعمل الكبير هو الذي قام به حدراف. عبد الفتاح حدراف مسلم الرقابه وحمايه الدين حتى النخله الدفاع الوطني. واي بناء واي هجوم اي لمسه واي سعد الجيش الملكي من جديد يتقدم على الوداد. محمد خالد الضربه شوف على الصناعه هنا الودني، هنا غيصعد ابن القنيطره واللاعب خريج اكاديميه الفتح. هنا عملت واحد اثنين، هنا عملت واحد اثنين. شوف حدراف اش يعمل، ما كيستسلم. هنا حدراف هاي كروشاج، شوف على كروش تخلص من الرقابه. هنا غيمرر وراسيه ولا اروع الفحلي. الصناعه الكبيره هو اللي قام بها حمودان ومرر الحدراف. هنا يتخلص من الرقابه وهنا غيمرر روتري من نقطه الجزاء. راسيه رائعه، كره لا تصد، كره لا ترد. الفار فرق جيش ملكي متقدم بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء امام الوداد في لقاء الموسم. يا له من سيناريو هيتشكوكي. الجيش الملكي عود على تقديم مباراة كبيرة. يطير فرحا الكسندر سانتوس وهذا فحلي. واحدة من اللقاءات الممتعة، واحدة من اللقاءات المثيرة. متعة أمسية رمضانية. الحارس نادي بن عبيد يلعب أمام زملاء الأمس وباقي العطا يعطي. مازال جاية لاعبين مفتوحة. الرياكشن رد فعل فرق الوداد. كرة ودادية، أنس باش تصل للوسط. الاتحاد الافريقي الكاف لكرة القدم موعدي الذهاب والاياب لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بين الناديين المغربيين الذي ضمن على الاقل احدهما نصف النهاية، وهما الوداد البيضاوي واولمبيك اسفي، حيث سيكون الذهاب يوم 15 مارس القادم، اي بعد 10 ايام من الان بمدينة اسفي. أما الإياب فيكون بالدار البيضاء يوم 22 مارس، أي بعد أسبوع من الذهاب إخواني. وذلك نهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية. نتمنى الحظ لممثل المغرب الذي سيفوز ليلاقي بعد ذلك فرقا جزائرية أو نادي الزمالك المصري أو غيره. أما من جهة أخرى فإن نهضة بركان والجيش الملكي قد يلتقيان هناك في جهة أخرى مع بيراميدز والأهلي المصري. نرجو حظا سعيدا للفرق المغربية إخواني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إلى لقاء آخر إن شاء الله.